اهلا بيكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عن الكروشيه السداسي، ازاي نقدر نعمله بابسط طريقه. ده الشكل اللي مفهوش فراغات. في اشكال تانية وهنتعرف عليها اثناء الفيديو. يلا بينا نشوف الادوات والطريقه. الادوات اللي هستخدمها: عندي الخيط بتاعي وده اللون بتاعه 514، ده الرقم بتاعه. هستخدم ابره مقاس 3 ملي، وهحتاج 6 ستيتش ماركر وإبرة التنظيف والمقص علشان أشطب الشغل بتاعي. يلا بينا نشوف الطريقة. تقدروا تبدأوا الشكل الثلاثي بأي طريقة غرزة بداية انتوا عايزينها، سواء الدايرة السحرية أو عدد سلاسل وتقفلوه كدايرة. أنا هنا هشتغل الدايرة السحرية، وهسيب لكم رابط الدايرة السحرية ورابط الدايرة بالشكل السلاسل بعدد السلاسل فوق في الآي تحت في صندوق الوصف. علشان ابتدي لازم العدد اللي جوه الدايرة يقبل القسمة على 6، فأنا هشتغل 18 غرزة عمود بلفة. ممكن تخلوا منهم 3 سلسلة كعدد، يبقى تعملوا 17 عمود، أو إن انتوا تشتغلوا العمود ده ارتفاع بس وتشتغلوا 18 غرزة عمود. وده طبعا على حسب انتوا بترتاحوا في الشغل ازاي. أنا هحسب ال3 سلسلة من ضمن العدد بتاعي. هشتغل ال18 غرزة عمود وارجع. عملت ال 18 غرزة عمود بلفة، هشد الخيط واقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده كده. علشان ابتدي اعمل الزوايا بتاعت الشكل السداسي، مكان الارتفاع اللي انا اعتبرته من عدد الغرز هعمل فيه ارتفاع 3 سلسلة، وفي نفس المكان هعمل غرزتين عمود بلفة، وده هيبقى الكورنر بتاعي الاولاني. وهجيب اول ستيتش ماركر عندي واعلم في تاني سلسلة بالشكل ده كده. ده اول غرزة. بعد كده هشتغل غرزتين عاديين، غرزة فوق كل غرزة. الغرزة التالتة هشتغل فيها 3 عمود بلفة، واعلم في الغرزة التانية بستيتش ماركر بالشكل ده كده. هنا انا بشتغل بالطريقة دي، هقول لكم ليه دلوقتي. هنا احنا عندنا 18 غرزة عمود بلفة، هنقسمها على 6 هيطلع 3. فالتلاتة هنشتغل واحدة فيها الكورنر واتنين عاديين او اتنين فردي. هشتغل في الكورنر 3 عمود بلفة او اي غرزة تنفع، سواء حشو سواء نص عمود، وهعلم الغرزة رقم 2. بعدين اشتغل غرزتين فردي. بعد كده الكورنر الجديد هشتغل 3 غرزة او 3 عمود بلفة، واعلم بستيتش ماركر الغرزة التانية. هكمل غرزتين، غرزة فوق كل غرزة، بالشكل ده كده. الغرزة اللي بعدها هتبقى الكورنر التالت للشكل السداسي. عشان الشكل السداسي 6 كورنر، فأنا همشيهم بالطريقة دي. هنا عملت 3، هاخد ستيتش ماركر وأحطه في العمود التاني أو الغرزة التانية. هشتغل الغرزتين اللي بعد كده غرزة فوق كل غرزة. بعد كده اشتغل الغرزة اللي بعدها 3 في غرزة واحدة. طبعا كل الدروس الأساسية للغرز والتزايد والتناقص هسيبه لكم فوق في الآي وفي تحت في صندوق الوصف تحت. هاخد ستيتش ماركر وأحطه في
الغرزة رقم 2. هنا هيبدأ يكون لي الزوايا. هشتغل في الغرزتين اللي بعد كده غرز فردي عمود بلفة. بعد كده الغرزة اللي بعدها 3 عمود بلفة. بالشكل ده كده هاخد ستيتش ماركر، اعلم الغرزة التانية. انا بعمل ستيتش ماركر عشان اوري اماكن التزايد والزاوية هتبقى فين، وفي نفس الوقت المبتدئات ما يتلخبطوش ويبقى بالنسبة لهم سهل ان يعملوا الشكل السداسي وينفذوه. هنا اشتغلت الغرزتين فردي. هنعمل الكورنر الاخير اللي هو السادس اللي فيه 3 غرزة عمود بلفة في الغرزة الواحدة، والستيتش ماركر معايا. اعلم الغرزة التانية بالشكل ده كده. هشتغل اخر غرزتين، ولما تلاقي ان هو اخر غرزتين معناها ان انتي ماشية مظبوط وعددك مظبوط بالشكل ده كده. تهيألي الشكل بدأ يوضح شوية. الكورنر علشان علمنا بالستيتش ماركر بدأوا يبقوا واضحين اكتر. هنا علشان انا واخدة السلاسل من ضمن العدد هقفل في السلسلة رقم 3 بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. السطر اللي بعده وهو بقى اللي هيبقى التكرار بتاعي، هرتفع السلاسل بتاعتي واحسبها من ضمن العدد. الغرزة اللي فيها الستيتش ماركر هفك الستيتش ماركر واعمل فوقيها 3 غرزة عمود بلفة او ايا كانت الغرزة اللي انا بشتغلها بالشكل ده كده. وهرجع الستيتش ماركر في الغرزة التانية من ال3 اللي انا اشتغلتهم، مش ان انا بعد 1 2 واحط في اول واحدة، لا، انا الغرزة الاولانية دي ارتفاع خلاص ومن ضمن العدد برضو، بس مش هحسبها من العدد اللي انا هدخل فيه الستيتش ماركر. ستيتش ماركر هبتدي احط في الغرزة التانية من ال3 غرز اللي انا اشتغلتهم، تبقى هنا. وهقفل الستيتش ماركر بتاعتي بالشكل ده كده. وهشتغل غرز فردي في الدور ده لغاية ما اوصل للستيتش ماركر التانية. ابتدي غرز فردي لغاية ما اوصل للستيتش ماركر. هشيل الستيتش ماركر بعد ما وصلت لها، ومكانها هعمل 3 عمود بلفة. وفي الغرزة رقم 2 احط العلامة بتاعتي بالشكل ده كده. بعد كده هفضل امشي غرز فردي لغاية ما اوصل لستيتش ماركر الجديد. الطريقة دي بتبقى اسهل في ان انا احدد زوايا الشكل السداسي علشان ما اتلخبطش. هنا هكمل فوق كل ستيتش ماركر هعمل 3 عمود بلفة واحط الستيتش ماركر في العمود التاني. هكمل بقية الدور وارجع له. كده انا وصلت لاخر الدور وهقفل بغرزة منزلقة في تالت سلسلة بالشكل ده كده. انا هفضل اكرر ده نفس الطريقة، هفضل اكرر نفس الطريقة اللي هو هرتفع السلاسل بتاعتي، اشتغل فردي لغاية ما اوصل للستيتش ماركر. كل ستيتش ماركر هيبقى فوقيها 3 عمود بلفة. اعلم الغرزة رقم 2 منها داير الدور كله
فده التكرار اللي احنا هنكرره لغاية ما نكبر وحدة السداسي بالمقاس اللي احنا محتاجينه او عايزينه. هكمل وارجع لكم. بالشكل ده كده انا وصلت لنهاية الدور الرابع. طبعا هو الدور الثالث هو نفس الدور الرابع، بس بان احنا بنزود عدد العواميد لان احنا اوريدي عملنا تزايد في الزوايا، ال6 زوايا. هقفل هنا بغرزة منزلقة، بس هقفلها بطريقة مختلفة شوية. هقص الخيط، اطلع الابرة، انضم الخيط بتاعي بإبرة التشطيب بتاعتي، وأدخل تحت حرف الفي في السلسلة الثالثة، أدخل الخيط منها وأشده شوية، وأرجع أدخل في نفس السلسلة اللي أنا خرجت منها علشان أقفله، علشان يبقى نفس مكان التقفيل واحد نضيف. طبعا احنا هنا بنشطب الخيوط بتاعتنا. الفكرة هنا بقى ان انا هنا كل دور هتلاقيني بزود غرزة او 2 على حسب العدد اللي انا اشتغلته. يعني هنا انا كنت عاملة 18 واحدة فيها التزايد اللي هو 3 غرز وغرزتين فردي. هنا زادت واحدة، اول غرزة اللي هي الارتفاع بتاعي من ضمن العدد، بعدين الغرزة اللي فيها الزاوية بتاعتي، وبعد كده عدد فردي لغاية ما اوصل لمكان الماركر التاني. 4 2 4 هتلاقيها بعد كده في الدور اللي بعده 6 وهكذا. يعني انا هنا بزود في اول قبل الكورنر بتاعي بزود غرزة في اول دور اللي هو الدور التاني. تاني دور هزود 2، تالت دور هزود 3 وهكذا. بعد كده ما بين الكورنر التاني والاولاني هيبقى في اول واحدة كانت 2، تاني واحدة 4، تالت واحدة 6. طبعا الاعداد كلها انا هكتبها لكم علشان تبقى واضحة قدامكم، وعلشان تشوفوا شكلها بشكل مختلف تاني اللي هو عدد أكبر في الراوندات. ده نموذج تاني بعدد راوندات أكتر. هنا دول 5 راوند أو 5 أسطر. طبعا هنا الزوايا باينة بالشكل اللي انتوا شايفينه، وده الظهر بتاعها. هتنفع على أي غرزة حشو أو نص عمود، مفيش مشكلة. ده شكلها وده شكل اللي احنا اشتغلناها في الفيديو. انا حاطه علامات الغرز وسايباها علشان تبين لكم الزوايا. يعني الشكل السداسي بالشكل ده كده. هنا نفس الفكرة، بس بدل ما نعمل 3 عواميد عملنا عمود سلسلتين عمود، علشان يبقى ده الزاوية بتاعتي باينة. بدل ما احط ستيتش ماركر يبقى هو ده الفراغ بتاع الزاوية اللي انا بشتغل عليه. ونفس الفكرة في ده، طبعا الاعداد بتختلف. ده شكل السداسي، الكروشيه السداسي. اتمنى يكون الفيديو كان بسيط وشرحه سهل وواضح. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد بنزله. اشوفكم الفيديو الجاي.